النهاردة هنتكلم عن أول فصل في كتاب فن اللامبالاة، واللي بيبدأ بجملة غريبة: لا تحاول. الفصل ده بيتكلم عن يعني إيه إن إحنا نبطل نحاول. إزاي يعني ما نحاولش؟ مش ده عكس اللي متعودين نسمعه؟ مارك مانسون بيحكي لنا عن كتاب اسمه شارلز بوكوفسكي، راجل عاش حياته كلها في فشل. كان بيشتغل في مكتب بريد ومحدش كان بيقرأ الكتب بتاعته. اتعرض للفقر والإدمان والرفض، بس في الآخر بقى كاتب مشهور. الغريب بقى لما دار النشر وافقت تطبع له أول كتاب، كان على قبره مكتوب حاجة غريبة، وهي don't try، يعني لا تحاول. وده مش معناه إننا نبطل نحلم، ولكن معناه إننا نختار الحاجات اللي تستاهل نحاول عشانها. مثال: لو كل يوم بتحاول تكون محبوب من كل الناس هتتعب جدا، لأن ببساطة مش كل الناس هتحبك، ومش لازم الناس تحبك. الرسالة هنا ما تبقاش عبد لفكرة الكمال ولا النجاح السريع. اختار ايه اللي فعلا يستحق اهتمامك وسيبك من الباقي. والفصل التاني بيتكلم عن السعادة مشكلة، happiness is a problem. مارك بيقول السعادة مش إنك تعيش من غير مشاكل، السعادة هي إنك تختار المشاكل اللي إنت عايز تتعامل معاها. يعني إيه؟ خليني أقولك مثال بسيط كده. واحد بيحب يكون رياضي، بيصحى بدري، يروح الجيم، يتعب، يعرق، جسمه بيوجعه. هل ده معناه إنه مش سعيد؟ لأ، هو سعيد لأنه بيختار التعب ده. بس لو جبنا نفس التعب لحد ما بيحبش الرياضة، هيبقى تعذيب بالنسبة له. يعني اللي بيفرق هو سبب التعب، هل هو نابع من شغف، من هدف، ولا من ضغط مفروض عليه؟ فكر في حياتك، ايه المشاكل اللي بتحب تتعامل معاها؟ الشغل، التحديات، ولا بتحب تهرب؟ السؤال مش انت عايز تبقى ايه، لكن انت مستعد تعاني علشان ايه. الفصل الثالث بيتكلم عن لست شخصا خاصا، you are not special. الفصل ده صادم شوية، وده عكس اللي احنا اتربينا عليه تماما. مارك بيكسر الفكرة اللي بيزرعوها فينا من واحنا صغيرين: انت مميز، انت مختلف، انت مش شبه حد. هو بيقول كلنا عندنا مشاكل، كلنا بنفشل، كلنا بنغلط. ولما تفتكر انك مميز، اي سبيشال، عن الباقي، ساعات ده بيخلينا نرفض نتحمل مسؤولية حياتنا. يعني مثال: لو واحد فشل في مشروع ممكن يقول أنا فاشل، الدنيا ضدي، بدل ما يسأل نفسه طب أنا غلطت في إيه اللي محتاجة أتعلمه عشان ما غلطش فيه المرة الجاية. الناس هنا بتنجح مش لأنهم خارقين، لكن لأنهم اشتغلوا وتعبوا واستحملوا الفشل وتعلموا منه كمان. فالرسالة هنا ما تشوفش نفسك ضحية دايما، وابدأ تشوف ازاي تتحكم في رد فعلك. عايزني اقولك ايه؟ تعال نشوف ونكمل بقية الكتاب. الفصل الرابع هو قيمة المعاناة، The Value of Suffering. في الفصل ده مارك مانسون بيقول مش كل معاناة في حياتنا ليها قيمة. يعني مش لازم كل وجع تحسه يكون له معنى عميق. طيب ازاي نميز؟ هو بيقول ان المفتاح هو القيم او القيم او القيمة اللي بتحكم في اختياراتك او بتتحكم في اختياراتك. يعني تخيل واحد بيتخانق كل يوم مع خطيبته وعايش في توتر مستمر، لكن يقولك انا بعمل كده علشان بحبها، بس الحقيقة هو مش بيتصرف بناء على حب، هو بيتصرف بناء على خوف من الوحدة ان هي ممكن تسيبه او تهجره. أو مثال تاني: واحد بيتعب كتير قوي، وبيحس دايما انه تعبان وتعب نفسه علشان يشتري عربية غالية، ويدخل في ديون ويتعب نفسه جدا في التحويش الفلوس ويدفع للبنوك، وكل ده علشان يبقى قدام الناس ناجح بالعربية. لكن السؤال هو النجاح بالنسبة له ايه؟ عربية ولا راحة بال ولا فلوس؟
مارك بيقول إنك لازم تسأل نفسك دايما أنا بعاني ليه؟ وبختار أعاني علشان إيه؟ لو معاناتك ماشية مع قيم حقيقية زي الحب أو الشغف أو التطور، يبقى الألم ده له معنى ملموس مادي. لكن لو كل تعبك جايلك علشان ترضي الناس، وطبعا ده بعيد عن الأهل، أو تهرب من نفسك، يبقى لازم تعيد تفكيرك. الفصل الخامس، أنت دايما تختار. You are always choosing. الفصل ده مهم جدا لأنه بيكلمنا عن المسؤولية. مارك بيقول مش كل حاجة بتحصل في حياتك أنت السبب فيها، لكن أنت دايما مسؤول عن رد فعلك. يعني مثال بسيط، لو واحد خبط عربيتك وانت واقف، دي مش غلطتك، لكن رد فعلك ايه هنا؟ هل هتنهار وتقول انا منحوس، ولا هتتصرف بهدوء وتحاول تحل المشكلة؟ المسؤولية مش معناها الذنب، المسؤولية معناها انك تاخد زمام الامور وتتحكم في حياتك. كل يوم نختار نسامح او ننتقم، نكمل ولا نستسلم، نحاول نصلح ولا نهرب ونبعد. واحد مثلا دخل علاقة سامة، يقول هي السبب، هي المؤذية، أو يسأل نفسه أنا ليه فضلت فيها طول المدة دي؟ السؤال حقيقي هو أنت عايز تكون ضحية ولا صانع لحياتك؟ الفصل السادس، أنت مخطئ في كل شيء وأنا كذلك. You are wrong about everything but so I am. الفكرة هنا عميقة جدا. مارك بيقول إن أغلب معتقداتنا وأفكارنا وآرائنا ممكن تكون غلط. إزاي؟ لأننا بشر وبنتغير. اللي كنت مؤمن بيه من 5 سنين غالبا مش هو نفس اللي بتؤمن بيه دلوقتي. مثال لده، لو واحد كان مرتبط زمان بواحدة وكان بيحبها جدا وشايفها كل حاجة، وجم 2 فرقوهم عن بعض، وبعد ما بيتفرقوا عن بعض بيبتدي كل واحد يشوف حاله مع حد تاني بمعنى أصح، وساعتها هو بيحاول انه يتغاضى عن كل الحلو ويفتكر الوحش بس عشان يعرف يتعايش في حياته. فبيبتدي ان هو يعيش مع الجديد او مع الجديدة ويتخيل معاها كل شيء احلى، ويبتدي ينسى القديمة. ولو رجع بيه الزمن تاني وسألته لو رجع بيك الزمن تاني كنت تفضل في علاقتك القديمة، هيقولك لا مش كويسة. وده طبعا مش حقيقة. كل الحكاية انه مر بتجارب جديدة وابتدى انه ينسى القديم، وكمان ابتدى انه يحط فيه كل المساوئ والحاجات الوحشة اللي ممكن هي كانت حاجات كويسة جدا عشان يكون هو احسن، بس هيبتدي خياله يصورها له ان هي حاجات كانت وحشة في الشخصية لمجرد انه يكرهها. ولاننا هنا بشر وبنتغير، فلازم نكون مؤمنين ان تفكيرنا بيختلف عبر السنين اللي بتمر بيها، وطبعا ده باختلاف الزمن والظروف والوقت والناس. مثال تاني، تفتكر قد ايه ناس كانوا بيؤمنوا ان الارض مسطحة او ان الشمس بتلف حوالين الارض؟ كل دي كانت حقائق وقتها، لحد ما العلم كشف العكس. فانت كمان ممكن تقتنع بالجديد وممكن تفضل بالقديم، بس يوم ما هتقتنع بالجديد هتقول لنفسك ياه أنا زمان كنت فاكر إن هي كذا، لكن النهاردة هو فعلا هي ممكن تكون كذا. وده مش عيب، بالعكس ده جزء من النمو. المفتاح إنك تفضل مرن، بس تبقى عارف ومؤمن وواثق إن اللي حصل ده مش معناه إن تكره نفسك زمان أو تكره الناس اللي قابلتهم زمان. ممكن يكون لو الناس دي كانت معاك كان هيبقى برضو حياتك تكون أفضل وأحسن، لكن كل الحكاية إن القدر جمعك بناس تانية وجمعهم هم كمان بناس تانية. الفكرة هنا إن المفتاح إنك تفضل مرن وتسمح لنفسك إن أنت تغلط وتتعلم، لكن مش تتعلم في الناس. ولو فضلت متمسك برأيك كأنه مقدس عمرك ما هتتطور. مارك بيشجعنا نكون متواضعين ونسأل نفسنا ممكن أكون غلطان ولا أنا صح؟ ممكن أتعلم حاجة جديدة تغير وجهة نظري؟ ممكن أكون أنا كنت غلط زمان؟ ممكن أكون جنيت على شخصية كانت في حياتي وأنا ظلمتها؟ لازم إن احنا نحاسب نفسنا قبل ما الناس تحاسبنا.